اننا صاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبد العزيز ال سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخليه في مكتب سمو وزاره الداخليه مساء اليوم استقبل السفير العراقي لدى المملكه الدكتور غانم عروان الكليني. وتم خلال الاستقبال رد الاحاديث الوديه وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين، خاصه متعلقه بالنواحي الامنيه والتحركات. محمد شو تقول له؟ محمد محمد قدم نداء انت منعتهم اليوم، قل له يعني شنو عندك شيء تريد تقوله للسفير؟ والله يعني هو السفير ما رايد غير يزعل بقضيتي هذه، يعني احنا كمواطنين عراقيين وزونا عراقيين غير يزعل انه يشوف قضيتنا، يعني يقول انا قدمت على طلب زياره، من متى تجي تزورنا؟ ايش قال لك اليوم؟ انت تجينا، انت شوف اخواننا، انت شوف ذول اخواننا المضربين اللي راحوا انتهوا بسدتي. واليوم المضربين قالوا لي تموت احنا نموت وياك هنا. اليوم تكلمت انت وياه مباشرة؟ احنا الصبح نتكلم وياه الساعة 10 الصبح مباشر انا وياه، ويا السفير العراقي. ويقول لي شو اسوي لك؟ يقول لي شو اسوي لك؟ هاي شيء حق والله ورسوله، وهاي حكومة ال سعود، هذا النظام هو يمشون فيه. ما اقدر اسوي لك شيء. يعني هو السفير ما يقدر يسوي لي شيء، مين يقدر يسوي لي؟ شو اللي يفزع لي؟ مين اللي يوقف لي؟ خير ان شاء الله، خير ان شاء الله عزيز. ولكن انا اطلب من الله ثم من الحكومة العراقية ينتبهون لنا هنا داخل السجن، وينتبهون للسفير العراقي يقول له نزع اخوانك العراقيين. لان سفارات العالم ذات تجي المعتقلين ويطلعونهم ويطالبون لهم، احنا ما نريد من هذا الشيء، خليه يجينا يشوفنا. هذه معاملاتنا، هذول اخواننا اللي في حكم صار لنا سنه ما مطلعيننا. زين بالضبط، من قلت له انه نوركم بالسجن ويتابع قضيتك، شنو اللي اخبرك عليه قال لك اياه الكلام السفير امس؟ يقول لي انا ما اقدر اسوي لك شيء، هذا النظام ماشي في السعوديه. ها ماشي. يقول لي النظام ماشي في السعوديه، انا ما اقدر اسوي لك شيء. وقول له من يتابع يعني العراقيين اللي بالسعوديه، يعني واجب هذا، واجب رعايه المصالح العراقيه وتضمن المصالح العراقيه الموجوده. والله يقول لي عندك الحكومه العراقيه واتصل بها خليه يسوي لنا حل، اما بالنسبه لك انا ما اقدر اسوي لك شيء. خير ان شاء الله محمد. خلت يعني ذا سفير خير محمد حبيبي. سفير يمثل دوله العراق بس ما يقول ما اقدر اسوي لك شيء، مين اللي يسوي لي؟ ان شاء الله خير.